السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة، وياكم جعفر العراقي. الموضوع لهذا اليوم عن برنامج التمثيل الشكلي. هذا البرنامج راح يمكنني من عمل الدوائر الإلكترونية بشكل نظري قبل ما أبدي بها بشكل عملي أو على أرض الواقع. طبعا البرنامج ما يحتاج لأي تنصيب. أول ما راح أحمل البرنامج وأفتح الضغط عنه راح أقدر أستخدمه بشكل مباشر. اسم البرنامج فرانت زينك. رابط تحميل البرنامج راح أخليه أسفل وصف الفيديو. هسه راح نبدي نفتح البرنامج. مثل ما تشوفون واجهة البرنامج كلش بسيطة وما يحتاج إلى أي تعب حتى تفهمها. راح أبدأ أشرح البرنامج بشكل بسيط وسريع. عن طريق الواجهة الترحيبية للبرنامج أحصل على بعض التجارب الإلكترونية وأقدر أشتري من الشركة المصنعة للبرنامج. انتقل للواجهة الثانية اللي هي واجهة البورد. مباشرة راح أحصل على بورد لعمل التجارب، وعلى جانب البرنامج موجودة بعض القطع الإلكترونية اللي أستخدمها بالرسم الدائرة الإلكترونية، وعن طريق السيرش أبحث عن القطع اللي أنا أحتاجها. طبعا هنا يسوي سيرشنج على مود يطلع القطع كلها، واقدر استخدمه بشكل سريع. مثلا هسه هنا مسوي اني بالسابق بحث عن ال LED. مثلا راح استخدم هذا ال LED، واحتاج الى بورد اردوينو على سبيل المثال. موجود هنا بورد الاردوينو الاينو او الاونو، وموجود الميجا، وكل القطع اللي صنعتها شركة اردوينو. طبعا مو بس الاردوينو موجود بهذا البرنامج، كل القطع اللي موجودة بالواقع. طبعا أقدر أستخدم بعض الأسلاك لربط الدوائر الإلكترونية. على سبيل المثال عندي هذا السلك أريد أغير لون حتى إنه من أبدي بالشرح العملي أو على أرض الواقع أغير لون السلك حتى تظهر لي دائرة إلكترونية صحيحة. عن طريق هاي الكلر أختار اللون المخصص للكيبل أو الواير المستخدم. هنا أتغير لون الكيبل. لهنا انتهى شرحي لهذا اليوم. إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تراسلني. كان معكم جعفر العراقي.